اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم روتين اول يوم في الترم التاني، وهنشوفوا مع بعض هنعمله ايه ونذاكره ازاي، وكمان ننظم اسبوعنا واليوم النهارده ازاي. حابه اقول لكم بس ان انا كنت تعبانه، ما قدرتش اعمل لايف يوم الجمعه. بس حاولت اقوم النهارده وهذاكر عشان ورانا حاجات ومش عايزين نراكم خالص في اول الترم. فانا هحاول ما اضغطش على نفسي عشان بجد مش قادره اقوم اصلا، فحاول اذاكر اللي نزل وبس، كفايه كده. في الاول تعالوا اقول لكم ازاي ننظم اسبوعنا، وازاي ما نراكمش، وفي نفس الوقت اللي عنده حاجات كانت لسه متراكمه في المعسكرات بقى وكده ازاي يحلها في نفس الوقت ما يراكمش الجديد. ده الجدول اللي انا بعمله كل اسبوع. اول حاجه انا جدول بسيط خالص، بس اهم حاجه ان انا مش بكتب فيه الساعات ولا المواعيد بالدقايق يعني وكده، فبيبقى جدول بسيط خالص بكتب فيه بس ايام الاسبوع والمواد، مش بالتفاصيل، بكتب اسم المادة بس اللي هتنزل في كل يوم. بحب اليوم اللي ينزل فيه المحاضرة اسمعها عشان ما اديش لنفسي فرصة ان انا اراكمها. وكمان عندي محاضرة الانجليش اللي هي كانت متراكمة عليا من ايام المعسكرات، ما مذاكرتهاش، ومفروض ان انا اذاكرها قبل يوم الاثنين عشان هتنزل واحدة جديدة. بالنسبة ليوم السبت مستر محمد صلاح نزل محاضرة، ومستر خالد صقر نزل اول محاضرة في العضوية. بس انا هذاكر النهاردة العربي، واليوم الحد ان شاء الله هذاكر الكيمياء اللي هي المحاضرة الجديدة، وهسيب المحاضرتين القدام هحاول احطهم في بقية ايام الاسبوع. والاتنين هيبقى عندي محاضرة الانجليش الجديدة زي ما قلت لكم، وهاخد معاها محاضرة الكيمياء القديمة من المعسكر برضو. انا بحب اخد واحدة من الجديد على حاجة من القديم كده. بالنسبة ليوم التلات هكمل العربي عشان انا بذاكر يوم السبت المحاضرة وبحل اسئلة الحصة، بس باجي يوم التلات بحل الواجب وبمتحن، وهيبقى عندي ان شاء الله مراجعة الفيزياء. يوم الاربع بقى طبعا محاضرة الاحياء بتنزل، وانا حابة الاسبوع ده اجرب ان انا اذاكر يوم الاربع احياء بس، هشوف هل نفسي هقدر اخلصها كلها ولا لا، عشان انا عمري ما حطيت يوم في مادة لوحدها، بس حبيت النهاردة الاسبوع ده قصدي اعمل كده. وبالنسبة ليوم الخميس هكمل مراجعة الفيزياء عشان عندي شامل على الفصل الثالث، وهيبقى عندي اخر محاضرة كيمياء متراكمة من المعسكر. بالنسبة ليوم الجمعة انا بسيبه فاضي عشان لو ما لحقتش اخلص حاجات من اللي عليا طول الاسبوع احطها في يوم الجمعة، ولو مخلصة كله باخده اجازة. انا ده النظام اللي ماشي عليه من اول السنة وبيفرق معايا جدا. طبعا انا النهاردة صاحية متأخر، صاحية الساعة 4 عشان ما كنتش قادرة اقوم. فدلوقتي يعني من غير تضييع وقت يعني هبتدي في محاضرة العربي، وبعد كده هذاكر الانجليش. انا هنا بكتب بقى كل يوم الحاجات بالتفصيل اللي هعملها، يعني جدول الاسبوعي ده بكتب فيه بس الاسامي المواد اللي هذاكرها، لكن كل يوم بكتب الحاجات اللي عليا بالتفصيل. وانا هنا كتبت عليا محاضرة العربي الشرح وهذاكرها وهحل عليها، وبعدين محاضرة الانجليش ان شاء الله اقدر اخلصهم. تعالوا بقى دلوقتي نفتحوا محاضرة العربي. هبتدي اجهز حاجتي، هحط كتاب الاسئلة والشرح، والنوت دي بتاعت المستر ساعات بكتب وراه حبة حاجات كده، ودي السكتش الاساسي اللي بذاكر فيه. وطبعا انتوا عارفين ان انا مبعرفش اذاكر من غير الورق والقلم، فدلوقتي هجهز حاجتي ونبدأ. وعملت نسكافيه عشان افوق، وهنساعده بقى نسمعوا المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. رجالتنا رجالة ثانوية عامة دول قلبي نور الدنيا، نور الدنيا بعد الأجازة. بص وشك نور ازاي، بص وشك نور ازاي بعد الأجازة. اللهم لك الحمد، نحمد ربنا. خلصت اول جزء، هي 5 اجزاء. المستر عاملها كبيرة قوي النهاردة. اول جزء كان الحال،
كان 50 دقيقة تقريبا. خلصت وخدت بريك، ودلوقتي هدخل في الجزء التاني اللي هي أسماء الأفعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا. بصوا دلوقتي خلصت النحو، وهو كان على جزئين. هدخل دلوقتي في القصة القصيرة، وهيتبقى لي البلاغة والقصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. رجالتنا رجال ثانوية عامة دفعة 2026، اهلا بيكم يا دكاترة في القصة القصيرة. اهلا بيك يا قلبي، خدنا قبل كده. دلوقتي بعد ما خلصت القصة القصيرة خلاص، هبتدي أذاكرها وأذاكر النحو الأول قبل ما ابتدي البلاغة والقصة العادية. بصوا يا شباب، انا بعد ما ذاكرت تعبت شوية، فهقعد اسمع اخر محاضرتين وانا قاعدة على السرير. فاضل لي البلاغة والقصة. دلوقتي بعد ما خلصت المحاضرة الرابعة، هقعد اسمع البودكاست ده شوية، وبعد كده هكمل المحاضرة الأخيرة عشان أحل الأسئلة. والسلام على رسول الله. رب عليه اشرح لي الصلاة صدري والسلام. ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا بكم. كنت جد قوي وانا بصلي على اهلا بكم في الحلقة الرابعة من الاستعداد لرمضان. ان شاء الله ربنا يا رب يجعلنا يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا انت عارف في رمضان. حاجه كده وانا بتكلم والله العظيم احنا كنت كده سبحان الله جات لي كذا مره في الحلقات اللي فاتت. اصلا مهم جدا انت تستعد عشان تحلم ما توصلش. بالظبط. دلوقتي هبدأ أذاكر القصة، بس مش هذاكرها بالورقة والقلم، يعني هقراها كده كذا مرة بس، وبعد كده أبدأ أحل الأسئلة بتاعتها. آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. دلوقتي كنت نايمة شوية، هبتدي أسمع آخر حصة، وعملت حاجة دافية أشربها. دلوقتي هبدأ أحل تدريبات الحصة. بالنسبة للإيجاز أنا فهمته كويس من المستر، فمش محتاجة أذاكره، يعني مفهوش حاجة تتذاكر. والقصة مش بذاكرها، يعني بحل على طول. دلوقتي يا شباب هبتدي اسمع محاضرة حل تدريبات الحصة، وهعلم مع المستر. بصوا انا كده خلصت ده وده. محاضرة الانجليش مش قادرة اذاكرها دلوقتي عشان عايزة انام خالص، مش قادرة اقعد على المكتب، فخلاص يعني كفاية كده النهاردة. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، وتقولولي عايزين فيديوهات ايه الفترة الجاية. باي باي.